بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الفساد في مصر له عناوين كثيرة. من هذه العناوين ان مقعد القناطر الخيرية مخصص للتزوير، دي معروفة خلاص. لان ايه السر ان يفضل 4 سنوات دايرة محرومة عن نائب انتشر فيها بلغ الانتشار من الامراض اللي وصلت فيها التيفود، واصبحت مشكلة مزمنة لا يستطيع الان اي سلطة تنفيذية انها تعالج هذه المشكلة المتأزمة، والتسببت فيها هي حكومة الحزب الوطني. النقطة الثانية انا اؤكد على ما قاله الاستاذ ناصر الحافي، وهو اننا هذه لم نقاطع انتخابات، ليس هناك انتخابات، هذا حكم قضائي، ونحن نؤكد على ان القضاء غير متهم بتعطيل الانتخابات طيلة ال4 سنوات. مفيش احكام بيستند اليها الحزب الوطني في تأجيل الانتخابات 4 سنوات. دي صورة من صور الفساد الموجود في مصر، ليس هناك حكم قضائي. ثم النقطة الثالثة، احنا شأننا شأن القوى السياسية اللي موجودة في مصر، والقوى السياسية اجمعت على ضرورة الاشراف الدولي على الانتخابات في مصر بعد ما شبه التزوير والفساد في كافة الاجراءات. ومصر اذا كانت بتقول ان ده هيبقى مساس بالامن القومي، طب ما هي مصر بتشارك في هذا الاشراف الدولي في اماكن كثيرة، ولا يعني هذا تدخل من الشؤون التدخل الداخلي في امن مصر، وانما ده اشراف حتى نثبت للعالم كله ان الفساد استشرى حتى وصل الى هذا الامر. السؤال المطروح المتعلق بما هي الاجراءات اللي ستسلكها القوى السياسية ومن فيهم الاخوان المسلمين ازاء هذه الاجراءات التعسفية في تزوير الانتخابات، لن نسمح ونعلنها بكل صراحة، وهذه رسالة نرسلها الى من يريد الاستمرار على التزوير والفساد في مصر. لن نسمح ولن يسمح الشعب معنا ان نقف مكتوف الايدي امام هذا التزوير. سنتخذ كافة الاجراءات، والاجندة السياسية عندنا فيها كافة الاجراءات التي تتيح لنا التصدي لهذا التزوير وهذا الاعتداء السافر، لكن لن نقف مكتوف الايدي امام تزوير مستمر وعبث بمقدرات هذه الامة. وهذا سيكون في انتخابات 2010، والشعب باذن الله تعالى يتوعد كل فساد وسيلاحق كل عبث من اجل وقف هذه المهزلة الموجودة في مصر. كيف يمكن لمصر ان تبقى في هذا المستنقع ودول موجودة ليس لها ذكر ولا تاريخ ولا حضارة تخطت هذه الاجراءات التعسفية واصبحت دول راقية في التنافسية والديمقراطية؟ ولذلك هذه رسالة نؤكد عليها ان احنا لن نسمح، وسنواجه بكل ما نستطيع ان نملكه لمواجهة الفساد والتزوير في مصر.